السلام عليكم وسنة سعيدة علينا وعليكم بالصحة وبالهنا وبكل طولة العمر إن شاء الله. اليوم إن شاء الله في بداية هاد السنة غنشارك معكم هاد الجوج ديال الوصفات اللي كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم تستقبلوا بهم هاد السنة كيجيو دافيين وغزالين وكنتمنى ينالوا الإعجاب ديالكم. غنشارك معكم واحد المسمنات معمرين بواحد الحشوة ديال الدجاج، وغنشارك معكم بكيكة ديال القرعة، كيك أمريكي كتجي دافية وغزالة بزاف وعامرة بالجبن. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، تبعوا الوصفة من الأول حتى الآخر، وإلا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي التعليق ديالكم الزوينين وتشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. هنايا خديت دقيق ديال الفورس، ديال الحلويات، وهنا خديت 300 غرام تقريبا. درت معاه واحد المعلقة ديال صغيرة ديال الخميرة وشوية ديال الملحة، واحد المعلقة ديال السكر، وواحد معلقة تقريبا ديال الخل الأبيض، وواحد شوية ديال نص معلقة تقريبا ديال لا موطارد إلا ما كانتش متوفرة ماشي مشكل، هي كتعطي واحد اللذة زوينة في العجين. وكنديرو معلقة كبيرة ديال الزيت الرومية أولا واحد البلدية، المهم ساشي اللي بغيتو. ديال كنبقى الخميره كندير حمراء في الماء بشوية نسيتها. بشوية، العجين ما خصهاش تكون جارية، كنبقى نضيف الماء بشوية بشوية وأنا كندلكها. هاد العجين كتجي زوينة بزاف، هي بديل ديال ورقة البسطيلة. هانتوما غتشوفوها راه ساهلة بزاف. كندلكها مزيان العجين، شفتوها كيفاش كيكون القوام ديالها، وكنخليها ترتاح، يعني كنسبق العجين هي الأولى. من بعد كندوز الحشوة اللي غادي نعمر بها هادوك المسمنات. هنا خديت جوج بصلات خضاريين، الا ما كانوش متوفرين تقدروا ديروا بصله عاديه اولا البوارو، المهم اللي كان متوفر عندكم. درت شويه ديال المليحه وشويه ديال الزيت البلديه وشويه الزيت الروميه. من بعد ما هبطات لي هذيك البصله وتشحرات، كنزيد عليها تقيطعات ديال الدجاج مقطعين على شويه شويه، وشويه ديال الثومه حبيبات، الا ما كان تقدروا ديروا ثومه عاديه. صافي هنايا خديت واحد الجزرة ودرتها في الهاشوار، تقدروا تحكوها، انا طحنتها في الهاشوار، المهم خصها تكون رقيقة. من بعد ما تقلى هذاك الدجاج وديك البصلة، كنزيد عليهم هذاك الخيزو اللي طحنا، وغادي ندوز نطحن واحد جوج ديال قرعة خضراء. بالنسبة للحشوة كنعمرو باللي كان متوفر عندنا، يعني ماشي ضروري ديروا هاد الحشوة. انا شاركت معكم هادي اللي انا استعملت. نقدروا نديروا الدجاج مع لي شامبينيون اللي كان عنده لي شامبينيون، نقدروا نديروا يعني نقدروا نديروا هاد الحشوة بحال هكا وحتى الاخر ونزيدوا ليها الطون الا كان متوفر عندكم، والشعرية الصينية. المهم العمارة كل واحد كيدير داكشي اللي متوفر عنده. بالنسبة للعطرية هنايا درت شوية ديال العطرية ديال الشاورما، وشوية شاورما ديال الدجاج، وواحد المعلقة صغيرة ديال التحميرة وفلفل غبرة، آه، سكنجبير، شوية ديال الموطارد، شوية ديال قزبور حبوب، وشوية ديال سكنجبير والخرقوم. صافي خليتها تتشحرات وخليتها تبرد على على جنب. هنا العجينه من بعد ما تلقات راسها، ها نتوما كتشوفوا كنقسمها. بالنسبه للطوراق غنورقها بشويه الزبده والنشا، هذاك انتما كتشوفوهم قبالتي، حاطه الزبده مذوبه، عندي الزبده مذوبه وشويه ديال النشا والزيت اللي كان نطلقوا بها العجينه. خلاص، ما كانش عندكم الزبده راه تقدروا ديروا غير النشا، ما كانش عندكم النشا تقدروا ديروا غير الزبده. صافي من بعد كنبقى نطلق هذوك الخبيزات باش حيتاش هما غير ديال الفورس. كيعرفتوا كاين الفورس شويه كندير لهم هكا باش يطلقوا راسهم، فاش نبدا نطلقهم ما يتعصبوش معايا، يعطوني الطوع.
كنحاولوا نطلقوا العجينه مزيان تكون رقيقه. صافي كنرش شويه ديال الزبده وشويه ديال النشا. صافي كنديروا نفس الطريقه ديال المسمن. انا كنحاول نعاود ندير معكم وحده اخرى باش تكون طريقه واضحه للمبتدئات. واخا تقب العجينه او لا ماشي مشكل، ماشي مشكل واخا تقب راه عادي. المهم عندنا هو انه من بعد راه كتجي هاد العجين كتجي مورقه. صافي من بعد ما ورقتهم خليتهم على جنب انهم باش يرتاحوا شويه، وكندوز نوجد معكم الكيكه اللي شاركت مع اللي شفتوها في الاول. خديت 3 ديال البيضات بحراره المطبخ. درت نص كاس ديال السكر العادي ونص كاس ديال السكر الاسمر. ما كانش عندكم السكر الاسمر تقدروا ديروا غير السكر العادي. ودرت واحد شويه ديال ساشي ديال الفاني وشويه د الملحه. صافي كنطرب الخليط مزيان حتى يتبدل اللون ديالو. صافي وكنقص ليه السرعه ديالو باش كنبدا نضيف الزيت. هنا الزيت كاس تاع الزيت وكاس ديال انا هنا درت الرايب. الا ما كانش عندكم الرايب تقدروا ديروا دانون مسوس. انا هنا كان عندي الرايب موجود درت الرايب. ما كانش تقدروا ديروا الحليب يعني اللي كان متوفر. وغادي ندير كاس ديال القرعه، القرعه الحمراء قطعتها وفورتها واحد شويه في كسكاس ودرت بها هاد عطاتني هاد المعجون ديال القرعه. صافي وكنزيدو على داك الخليط. هنايا عندي 2 كيسان ديال الطحين وضفت عليهم التوابل اللي فيهم معلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه صغيره ديال السكنجبير وواحد شويه ديال الكوزه محكوك، تقريبا ربع د المعلقه ديال الكوزه محكوك. اللي ما كيبغيش الكوزه يقدر يستغنى عليها، اللي ما كيبغيش المهم هي بهاد المكونات هكا الوصفه الاصليه. هما عندهم واحد كيجيو واجدين بالحق كنقدروا نوفروهم بهكا. زدت واحد شويه ديال الكركاع، تقريبا واحد 2 معالق ديال الكركاع مقطع شويه شويه، وجوج ساشيات ديال الخماير حمرين. هنايا حتى كندخل هاد المكونات عاد ديك الوقيته كنشوف واش باقي خاصها الطحين او لا الا كان مازال خاصها الطحين كنبدا نزيد بشويه بشويه حتى كتعطيني القوام ديال الكيك العادي. يكون شاد عليه واحد شويه، يكون زايد عليه واحد شويه على الكيك العادي لانه باقي غنديروا ليه هاد الجبن وباقي هذيك القرعه غتزيد تطلق مع الطياب باش ما تهبطش معنا. ها نتوما كتشوفوا انا غنوريكم كيفاش غيكون عندنا القوام في الاخير. وكنديروا واحد معلقه صغيره ديال الخل. صافي وكنبقاو كنزيدوه. انا زدت هنا 2 معالق تقريبا ديال الطحين اولا 3. ها نتوما كتشوفوا. صافي كيكون عندي الفران هاد الاثناء كيكون الفران كيسخن من التحت ومن الفوق، وفي الاخير كنخليو الفران شاعل من التحت على درجه حراره 170 او لا كنقصوا الفران من التحت على حد وكنطفيو الفوق وكنخليوها تقريبا. انا خدات معايا 45 دقيقه في الفران. صافي كنخليو الخليط كنكبوه في المول ديالنا اللي كندهنوه من قبل.
بالزيت والطحين، اولا الزبده والطحين، اولا كنديروا ليه هذاك البابي ديال الفران. كنحطوه على جنب. هنايا هذيك الجبن اللي غنديرو هنايا، انا درت 2 معالق ديال الجبن، اي جبن كريمي عندكم، يعني الجبن اللي كيكون كريمي. بغيتو ديروا الجبن بوحدو لكم الاختيار، بغيتو انا هنايا زدت معاه واحد بيرلي خضر وواحد زرق، كانوا متوفرين عندي زدتهم معاه. ما كانش عندكم الجبن وبغيتو ديروا غير بيرلي تقدروا ديروه. وكندير واحد شويه ديال الفاني وواحد المعلقه تقريبا ديال السكر، باش ما تكونش عندي انا ما كنبغيش الكيك يجي حلو بزاف. درتها واحد المعلقه ديال السكر، هانتوما تشوفوها نزيدها في هنايا. صافي، كنخلطوا المكونات مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم، وكنزيدوهم فوق الكيك. صدقوني هاد الوصفه كتجي غزاله بزاف، هاد الكيكه كتجي رائعه. انا شاركت معكم في الفيديو اللي فات الكيك ديال الجزر اولا كاروت كيك، كتجي غزاله بالحق. هذه كتجي زايده عليها عاود، وواحد المذاق اللي ما كناكلوهاش ديما، وزوينه زوينه بزاف. جربوها وما تندموش عليها. صافي، هنا زدت ليها حبيبات ديال الزريعه القرعه اللي ما محمرينش، هما يتحمروا في الفران. صافي، من بعد ما دخلتها للفران طيب، جيت كنوجد المسيمنات ديالي. هانتوما تشوفوا هادي مرحله مهمه بزاف. هادوك المسمنات فاش نجيو نطلقوهم خصهم نطلقوهم مزيان، يعني يجيو مرقين مزيان. الا كنا غنديرو جوج طبقات ديال العجين، خصهم يكونوا رقاقين باش يتورقوا لينا في الفران. هنا واخا كتشوفوا بانني راه باقي ملي غنسالي غنطلقهم واحد شويه، غنزيد نطلقهم واحد شويه بيدي باش يزيدوا يتورقوا، باش فاش طيب يطيبوا المسمنات ما يجيوش من الداخل، تجي العجينه معجنه اولا، فهمتوا؟ انا نحاول ندير معكم وحده اخرى باش يكون الفيديو واضح، تكون طريقه واضحه. الا وصلتوا حتى لهنايا ما تنساوش تخليو لي التعليق ديالكم، وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وتشتركوا في القناه. انا كنشوفكم كتفرجوا ما كتشاركوش في القناه. خليو لي ابوني ديالكم باش نستمروا ان شاء الله. شكرا على التتبع ديالكم. صافي، كنظن بان الطريقه راها واضحه. اذا شفتوا العجينه وافيه عندكم تقدروا تنقصوها. يعني مهم ان العجين ما تجيش غليظه.
صافي من بعد ما ساليت كاع المسمنات ديالي، كندير واحد البيضة كندير معاها شوية ديال التحميرة، فلفل غبرة، وكندهنهم بالبيض مزيان. هنا راه الكيك راه كان طاب عندي ودخلتهم طيبتهم على عافية اللي كتكون مهينة من التحت ومن الفوق باش كتدخلهم الطياب مزيان وكيجيو مقرمشين، كيطيبوا على خاطرهم وعلى المهل. وهنايا غنخليكم مع المسمنات هانتوما كيفاش كتشوفوهم كيجيو مقرمشين بزاف ورطبين، هانتوما كتشوفوها وكيجيو معلكين. نسيت ما قلت لكم بانني في الحشوه راه درت مع فاش بردات حكيت فيها واحد شويه ديال الفرماج احمر. بالنسبه للكيكه راه كتجي لذيذه بزاف، كيجي فيها هذاك المزيج ديال الجبن كيجي في الوسط مع كتجي غزاله. خصكم تجربوها باش تعرفوا علاش كنهضر، واللي داقها من عندكم ضروري غيطلب لكم الوصفه. و حتى لهنايا كنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. سنة سعيدة عليكم من جديد، بالصحة وبالهنا وبكل ما تمنيتوا ان شاء الله.